متتبعي وصفات لينا، كنرحب بكم وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. فيديو جديد على قناتي اللي غنقدم لكم فيه الطريقه كيفاش كنرقد الفلفله. كيف ما كتشوفوا هنا الفلفله غسلتها مزيان ونشفتها، خليكم معايا. كناخذوا الطاوه تاع الفران كنستفوا فيها الفلفله ديالنا. هنا فكرت انني نفرش الالومنيوم باش نتفادى ان الفلفله فاش كتنشف من داك الماء اللي كترخيها فلفله كيلصق لي الفلفله في الطاوه. داكشي علاش انني باش نتجنب فكرت انني نفرش ليها الالومنيوم. وها الفلفله ديالنا ستفتها ودابا غادي ندخلها للفران طيب على خاطرها. والفلفله ديالنا بدات كترخى وكتشوى، كنردوا معاها البال باش ما تحرقش ونبقاو نقلبوا فيها من كل جوانب. الفران تاع الضو كيف ما كتعرفوا انه فاش كيسخن مزيان كيولي يحرق بزاف، وكنخليوها طيب على خاطرها. وكيف ما قلت نبقاو مراقبينها باش نقلبوها طيب من الجوانب كلهم. والفلفله ديالنا وجدات وخرجتها من الفران كيف ما كتشوفوا، طيبتها من جميع الجوانب، بقيت مراقباها واخا كتاخذ شويه تاع الوقت. المهم هو النتيجه تكون زوينه وتعجبنا. غادي نجيبوا دابا واحد البلاستيكه غادي نرميوها فوقها ونتقلوها بها مزيان باش ديك الفلفله تعقب عليها ديك السخونه ديالها وتعرق وتجينا سهله في التقشار. ودابا غادي ندوزو للمرحله التاليه، هي نقشروا الفلفله ديالنا. كيف ما كتشوفوا هنا زولت ليها الميكا وعرقات، كتجي سهله في التقشير ما كتمحنكش. غادي نزولوا ليها القشور مزيان ونحاولوا نزولوا ليها حتى ديك الزريعه، حيت ما غاديش نحتاجوا اننا نغسلوها، لان السر في نجاح التقاد تاع الفلفله هو انك تشويها وما تغسلهاش. السر تاع النجاح ديالها هو ديك الريحه تاع الجلده محروقه اللي تتكون في الفلفله. خليكم معايا. ودابا بعد ما ساليت الفلفله بالتقشير وزولت ليها كاع ديك الزريعه اللي فيها ونقيتها مزيان، حيت كيف ما قلت لكم انني ما غاديش نحتاج انني نغسلها مره اخرى. غادي ناخذ شويه تاع الملحه، شويه زيت الزيتون، شويه تومه وعصيد ناموسه. دابا غادي نبداو على بركه الله الطريقه ديالنا باش كنرقدوا الفلفله. ودابا غادي ناخذوا الفلفله ديالنا، غادي نحاولوا اننا نفرشوها في السبيره اللي غادي نستعمل انا. غادي نفرش فيها الفلفله ديالي، نوزع على جميع الجوانب كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه. حاولت انني ما نخلي حتى بلاصه في السبيره الا ونفرش فيها الفلفله. غادي نرشها بشويه تاع الملح وشويه زيت الزيتون وغادي نوضع طريفات تاع الثومه. غادي نعاود نفرش فوقها الفلفله بنفس الطريقه باش ديك المليحه اللي درت تشربها حتى الفلفله من جميع الجوانب، باش ما نحتاج انني نرشها من الفوق ومن التحت، نرشها غير من الفوق. وكنستمروا بهذه الطريقه اللي سهله بزاف والنتيجه زوينه. هذه هي الطريقه اللي كنستعمل انا دائما فاش كتكون عندي الفلفله هكا كثيره. كنعاود نرشوا شويه تاع الملح ونديروا شويه زيت الزيتون، طريفات تاع الثومه، وغادي ناخذوا ورقه عصيد ناموسه وغادي نوضعوا فوقها الفلفله باش الفلفله تشم ديك الريحه تاع عصيد ناموسه اللي كتجي زوينه بزاف مع الثومه.
وكنستمروا بنفس الشكل حتى تنساليو كاع الكميه اللي عندنا. وبعد ما ساليت الباطه الاولى عاود جبت وحده اخرى تاني وكملت فيها الكميه اللي بقى ليا تاع الفلفله بنفس الطريقه اللي استعملت من الاول. كنبقاو غاديين عليها حتى تنساليو جميع الكميه اللي عندنا. وكنتمنى هاد الوصفه تعجبكم ان شاء الله، حيت كتجي زوينه بزاف وكنستعملوها وقت ما بغينا. كتبقى عندنا موجوده الفلفله فين ما بغيناها نستعملوها. وكيف كتشوفوا ساليت الفلفله اللي عندي كلها كتجي زوينه كيف كتشوفوا كتلمع. والسر هاد اللمعه هو عدم غسل الفلفله فاش كتشوى، كتخليوها بداك الماء اللي فيها كيعطيها لون بحال معسله، كتجي زوينه بزاف. كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم ان شاء الله وتجربوها. وكيف ما قلت لكم انها تتبقى موجوده عندكم في الثلاجه وقت ما بغيتوا تستعملوها، ماشي بالضروره تخزنوها شحال من يوم. هاد الفلفله كتبقى بديك زيت العود كيبقى محتفظ عليها واخا طيبه. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على التتبع ديالكم والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.